خبر مفرح لعشاق ريال مدريد رسميا ومن بين سبورت عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق الدون كريستيانو رونالدو وريال مدريد فضلا ليس أمرنا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. ذكرت تقارير صحفية اليوم أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عرض على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة للنادي إذ قرر الراحل عن فريق النصر السعودي. وانتقل رونالدو البالغ من العمر 38 عاما إلى فريق النصر السعودي بداية من الموسم القادم لمدة موسمين بقيمة مالية ضخمة. ووفقا لصحيفة ديفينسيون سنترال، يود ريال مدريد عودة رونالدو كسفير للنادي أو الانتقال إلى منصب تدريبي بالنادي كما فعل راؤول وألفارو أربيلوا وجوتي وتشابي ألونسو سابقا. وأضافت الصحيفة أن بيريز يرغب بشدة في عودة رونالدو إلى النادي ولكن ليس كلاعب، وقد لا يكون الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات سعيدا بهذا العرض. وأكدت الصحيفة أن فرق شباب ريال مدريد يتم تدريبهم بواسطة نجوم سابقين بدأوا مسيرتهم التدريبية في الفئة العمرية الأقل، وهذا خيار لرونالدو بمجرد اعتزاله كرة القدم.